السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد واللي غادي نهضروا فيه على واحد الموضوع اللي ولا كيشغل الرأي العام في الساحل الإفريقي، وهو الهجمات اللي عرفتها مالي. وعلاش بزاف ديال الأصوات كتشوف أن هاد التطورات عندها ارتباط مباشر بالأمن القومي المغربي. فهاد الملف راه ماشي بسيط كيف ما كيبان، لأن الأحداث اللي وقعات ما كتوقفش غير عند حدود مالي، بل كتدخل في صراع نفوذ كبير في إفريقيا، وكتكشف كذلك كيفاش المنطقة كاملة ولات مسرح لتحركات سياسية وعسكرية جد معقدة. فالسؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس هو واش فعلا الجزائر عندها يد في هاد الأحداث؟ الجواب اللي كيروج اليوم وسط عدد من المحللين والسياسيين هو أن المؤشرات كتشير لوجود دور غير مباشر، خصوصا أن التوقيت ديال الهجمات جاء مباشرة من بعد التقارب اللي وقع بين مالي والمغرب، وخصوصا بعد المواقف الأخيرة اللي دعمت فيها باماكو مغربية الصحراء. فهنا خصنا نفهموا واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، فمالي من مدة طويلة وهي كتشكى من الجماعات المسلحة والإرهاب اللي كينشط في الشمال، وكتتهم أطراف إقليمية بأنها كتساهم بشكل أو بآخر في زعزعة الاستقرار ديالها. وفي هاد النقطة بالذات كيرجع النقاش القديم اللي كان المغرب كيطرحه لسنوات، والمتعلق بالعلاقة بين الانفصال والإرهاب، لأن بزاف ديال الجماعات اللي كتتحرك في المنطقة عندها أهداف انفصالية، وفي نفس الوقت عندها ارتباطات بتنظيمات متطرفة. فاللي وقع في مالي خلى بزاف ديال المتابعين يطرحوا سؤال آخر، فعلاش هاد التصعيد جا في هاد الوقت بالذات؟ فالجواب كيتمثل في السياق السياسي اللي كتعيشه المنطقة حاليا، لأن مالي ما بقاتش كتخبي التقارب ديالها مع المغرب، بل عبرات بشكل واضح على مواقف جديدة في ملف الصحراء المغربية. وهذا التحول اعتبر البعض أنه واحد الضربة قوية للنفوذ الجزائري في الساحل. فهذا المشروع المغربي عطى لدول الساحل بديل استراتيجي جديد، وخلق دينامية مختلفة خلات التوازنات القديمة تبدأ كتبدل. ومن هنا كيجي الربط بين موقع في مالي وبين الأمن القومي المغربي، لأن أي استهداف لدولة اختارت التقارب مع المغرب كيتشاف على أنه رسالة موجهة لباقي الدول باش ما تمشيش على نفس الاتجاه. فالهضرة هنا راه ماشي غير على مالي، ولكن على دول أخرى في المنطقة اللي ممكن في المستقبل تبدل المواقف السياسية ديالها وتزيد تقرب أكثر من الرباط. كاين كذلك عنصر مهم وهو التحالف العسكري لدول الساحل اللي كيضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو. هذا التحالف تأسس باش يكون رد جماعي ضد أي تهديد أمني أو تدخل خارجي. وحاليا كيبان السؤال الحقيقي، واش هذا التحالف غادي يتفاعل بشكل فعلي أو لا غير إطار سياسي بلا تأثير مباشر؟ لأن هذا الشيء اللي وقع في مالي كيشكل اختبار حقيقي لقدرة هذه الدول على الدفاع على بعضها البعض. ومن جهة أخرى المغرب وجد راسه قدام لحظة جد دقيقة، لأنه إذا كان عنده نفوذ متزايد في المنطقة فراه خاص يبين أنه كيوقف مع الحلفاء ديالو، خصوصا في الأوقات الصعبة. وفعلا وزارة الخارجية المغربية خرجت ببلاغ أكدت فيه التضامن ديالها الكامل مع مالي، وأن هذا الموقف كيتعتبر أنه رسالة واضحة على أن الرباط ما كتخليش الدول اللي كتقرب منها سياسيا. لكن القضية ما كتوقفش هنا، لأن التحليلات كتقول أن الهدف من هذا التصعيد هو خلق نوع من التخويف داخل المنطقة. يعني الرسالة المحتملة هي أي دولة كتختار تغير موقفها السياسي أو تقرب من المغرب فراه ممكن تواجه ضغط أمني أو اضطرابات داخلية. وفي هذا السياق فين كيبان دور المخابرات والتنسيق الأمني اللي مهم بزاف، خصوصا أن المغرب عنده تجربة طويلة في محاربة الإرهاب والتعاون الأمني مع عدة دول. فعدد من المراقبين كيشوفوا أن الربط بين الجماعات الانفصالية والتنظيمات اللي ولا واضح أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في الساحل الإفريقي. وهنا كذلك كيجي الدور ديال المجتمع الدولي اللي مطلوب منه يتابع هذه التطورات بشكل جدي، لأن استقرار المنطقة ما بقاش قضية محلية فقط، بل راه عندها تأثير على إفريقيا كامل. الأكيد أن الأحداث الأخيرة في مالي كشفت أن المنطقة داخلة على مرحلة جديدة فيها صراع نفوذ وتحالفات متغيرة، وكذلك توازنات سياسية كتبدل بسرعة.
السؤال اللي كيبقى مطروح هو واش مالي غادي تقدر تواجه هاد الضغوط، وشنو الدور اللي غادي يلعبوا المغرب والحلفاء ديالو في هاد المرحلة. فهاد الأسئلة كلها غادي تبقى مطروحة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع استمرار التوتر في هاد المنطقة. فهاد الشيء اللي كان الأصدقاء في الفيديو تاع اليوم. إلا عجبكم التحليل ما تبخلوش عنا بلايك للفيديو، وكذلك الآراء ديالكم في التعليق فراه مهمة بزاف. اللي مازال ما مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس باش نوصلوا هاد القناة ل1000 مشترك في أقرب وقت. وفي نفس الوقت وقت ما نشرت شي خبر جديد تكون انت الأول اللي كتوصل به. ديما مغرب، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.